السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو وتكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم خبيزات معمرين مالحين اقتراح ديروهم للغدا او للعشاء، كيجيو لذاذين بزاف مع واحد العجينه بدون زبده وكتجي خفيفه كالقطن. ديما اعتمدوا هاد العجينه هذه في الخبيزات اولا الساندويتش ديالكم. وغادي نرافق هاد الخبيزات هادو، رافقهم باي حاجه. وغادي نرافقهم بواحد السلطه اللي كنا كنديروها يعني كيديروها الامهات ومازالين كنديروها، الله يخلي لكم والديكم. السلطه ديال حلوه ديال الخس، كتجي غزاله بزاف. الا عندكم الخس ديروها كتجي بنينه. بقاو معايا نشوفوا الطريقه والمقادير ديال جوج وصفات. بسم الله على بركة الله. انا في واحد الاناء غادي نحتاج كاس واحد ديال الحليب يكون دافي، نفس الكاس ديال العنبه. نفس الكاس عبرت به نص كاس ديال الماء. كاس الحليب مع نص كاس ديال الماء، ملعقه كبيره ديال السكر، ملعقه كبيره ديال الخميره حبيبات ديال الخبز. انا ضفت واحد شويه لان عندي المعلقه ما غارقاش. غادي نخلي ديك الخميره والحليب والسكر كتفاعل. غادي نضيف هنا واحد المعلقه صغيره ممسوحه ديال الملحه، ما تكثرش الملحه. واحد نص خماره ديال الحلوى، ما يعادل 4 غرام. وهنا البنات غادي نضيف 4 كاس ديال الزيت الروميه. وغادي نضيف هنا واحد الملعقه كبيره ديال الخل. الدور ديال الخل كيخلي العجينه كتجي هكا خفيفه وقطنيه. غادي نضيف هنا واحد بياض بيضه، والصفار غادي نحتفظ به باش غادي ندهن هاد الخبيزات هادو. غادي نخلط مزيان غير بملعقه، ومن بعد غادي نبقى نضيف الدقيق. درت الكاس الاول، الكاس الثاني. القياس بالكاس د العنبه، كل كاس كيوزن 100 غرام. احتاجيت بالنسبه لهاد الكاس ونص كاس د الحليب ونص كاس د الماء، احتاجيت 4 د الكيسان ديال الدقيق. العجينه ما كندلكها ما والو، غير كنعجنها. القوام ديالها ضروري يكون خفيف بحال البريوش باش يجيكم خفافين الخبيزات ويجيكم ما يجيكمش مدقسين. تبقى العجينه هكا شويه كتلصق، هي مجموعه رطبه شاده في راسها وفي نفس الوقت كتلصق. دهنتها بواحد شويه الزيت. غادي نغطيها بالسلوفان وغادي نخليها كتخمر، وغادي ندوزو نوجدو الحشوه. بالنسبه للحشوه غادي نحتاج هنا في واحد المقله 2 حبات ديال يكونوا كبار ديال البصله شلطتهم. الا عندكم متوسطين ديروا 3 الحبات كبار. درت هنا واحد شويه الزيت الروميه والزيت البلديه. عندي هنا واحد الملعقه صغيره ما تكونش عامره ديال الملحه. واحد نص معلقه ديال الابزار. غادي نخلي هاد البصله كتدبل مزيان حتى كتعسل، كيولي اللون ديالها بني. صافي من بعد ما تعسلت كتدبل وكطيب وكتطلق ديك الحلاوه ديالها. غادي ندوز هنا، غادي نحتاج واحد 500 اولا ماشي 500، واحد 15 درهم ديال الكفته. الا عندكم كتر ديروها، غادي تحصلوا على مذاق كتر. كل ما زدتوا الحاجه كل ما كتبنان. هنا واحد 15 درهم ديال الكفته غادي نفرتتها مع داك البصله. وانا غادي ندوز نوجد التوابل. عندي هنا واحد الرشه مهمه ديال الثوم بودره، واحد شويه الزعتر هو اللي بقى لي. الا عندكم الزعتر ديري ملعقه صغيره تكون عامره الزعتر، كتعطي واحد البنه زوينه. درت هنا ملعقه كبيره ديال صلصه الصوجه. وغادي نفرتت مزيان ديك الكفته مع البصله. الا عندكم البنات الفرomage حمر، الجبن الاحمر، غادي تحصلوا على مذاق واعر وتعليكه زوينه. انا ما عنديش،
فديبانيت بلي عندي درت انا 2 قطع ديال الفرomاج متلتين. الا عندكم الموتزاريلا ديروها، عندكم الجبن الاحمر ديروه، كتجي واحد البنه زوينه بزاف. صافي درت ديك 2 حبات ديال الجبن المثلث. الا عندكم كيف ما قلت لكم الحمر من الاحسن. هنا عندي واحد 2 حبات ديال البطاطا اللي قطعتها على شكل طولي بحال اللي غادي ناكلوها كعادي، وملحتها. ضروري تملحوها. قليتها من بعد ما قليتها قطعتها مكعبات. يمكن لكم تقطعوها من الاول مكعبات بلا ما تقطعوها على شكل طولي. انا غير شاطلي درناها في الغدا وشاطلي فقطعتها مكعبات. ضفتها مع الحشوه، كنخليها كتقلى مزيان مع داك البصله وباش كتشرب ديك ليدام ديال الكفته. ومحيت ما درتش الزعتر فضفت هنا واحد الملعقه كبيره ديال المعدنوس، الربيع معدنوس. اما ملي كندير الزعتر فما كنحتاجش ندير معدنوس. اخر حاجه غادي نحتاج 2 حبات ديال البيض غير باش تعطيني كميه اكثر في الحشوه. الا عندكم الكفته قليله ديروا هاد الطرق بحال البطاطا بحال البيض باش كتكثر لكم الحشوه. صافي غادي نخلطها مزيان، غادي نخليها كتشرب ديك ليدام هاد البيض ويطيب. وكيف ما قلت لكم الا ما عندكمش ديروا الدجاج اللي كتب الله ديروه، غادي تحصلوا ان شاء الله على مذاق زوين. بغيت ندير واحد اللدغه الحموضه، ما عنديش الزيتون حامض فقطعت واحد القطع ديال الكورنيشو اولا الخيار المخلل. صافي الحشوه كتكون هي هذه، غادي نخليها على جنب كتبرد، ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. غادي ندوزو العجينه من بعد ما خمرت ما شاء الله ضاعف الحجم ديالها. غادي نحيد منها ديك لي غاز اللي تكون من الخميره وغادي نشكلها. احتاجيت الميزان، كل وحده درت فيها 80 غرام غير على حسب التصوير باش يجيكم، باش كتجي كل وحده قد وحده. اما لا ما عندكش تصوير ديري عينك ميزانك وحاولي هكا بلا ميزان ديري داكشي مقاد، لان العين كتاكل قبل الفم. غادي كيف ما قلت لكم حيدتها من الاناء وغادي نشكلها. انا درت الميزان وكل وحده درت فيها 84 حتى 80 غرام. غادي نبدا نكورهم وغادي نحطهم في واحد اللاطه اللي مفرشاهم بورق الزبده باش ما يلصقوش. الا عندكم لاطه ما كتلصقش ديروها بلا ورق الزبده، عندكم كتلصق ديروا ورق الزبده اولا رشوها بالدقيق باش ما تلصقش لكم هاد الخبيزات. هنا غادي ندير شويه الدقيق في يدي وغادي نقرصهم. ضروري نقرصهم باش ما نتحصلش على عجينه على اللبابه في هاد الخبيزات. كنقرصهم واحد شويه باش يجيونا رقاق. من بعد ما يخمروا ويطيبوا في الفران غادي يضاعف الحجم ديالهم. صافي قرصتهم كاملين وقبضت ديك صفار بيضه ضفت عليها ملعقه كبيره د الحليب. ملي ما كيكونش عندي الحليب كندير ملعقه كبيره ديال الماء. غادي ندهنهم مزيان وداك صفار بيضه الحمد لله قدتني. ما تقولوش زعما صفار بيضه راه غادي ملي كتطلقوها بملعقه د الماء ولا ملعقه د الحليب كتزكى وكتقدكم. هنا غادي نزينهم. كلكم ديروا الجلجلان اولا ديروا الخشخاش، حبوب الخشخاش اولا البافو، ديروا اللي بغيتو. انا درت هنا الشوفان، جا الشكل ديالو زوين وتا هو صحي. صافي خليتهم كيخمروا واحد 15 دقيقه ولا 10 دقائق. نشوفهم ضاعفوا الحجم ديالهم، خليهم 15 دقيقه. رديتهم على عافيه تكون مجهده. كنهضر على الفران د الغاز على عافيه تكون مجهده. كنخليهم كيطيبوا من الفوق حتى كيتنفخوا وياخذوا واحد اللون ذهبي مع الجناب ومن التحت. وكنهبط اللاطه وكنقص عليهم البوطه على وجههم. في الاول كيطيبوا على عافيه مجهده، ولكن ملي كيطيبوا كنهبط اللاطه وكنقص البوطه وكنخليهم كيتحمروا باش كياخذوا واحد اللون ذهبي خفيف على وجههم باش ما كيتخطفوش. ما تخليوش على وجههم العافيه مجهده. وكتقدموا او كنعمرهم. وإلا عندكم الصلصه الجزائريه ديروها كتحصلوا على مذاق واعر. ديروا اي صوص دهنوا بها الخبيزات باش ما يجيكمش ناشفين. انا اللي كان عندي راني صورته معاكم، ما كانت عندي حتى شي صلصه فقدمتهم غير هكاك لان حتى الخبز جا خفيف. غادي يمكن لكم ديروا رافقوا معاهم هاد السلطه اللي عندكم الخس. عندي تما ربطه كبيره ديال الخس قطعتها مع 2 حبات ديال 2 حبات ديال التفاح اللي قشرتهم وقطعتهم مكعبات
مع واحد نصف لتر اولا على الكميه ديال الخس وديال التفاح، واحد الكميه ديال العصير البرتقال اللي عصرته وصفيته وضفتو على الخس والتفاح. هنا الا بغيتو تقدموه غير هكاك مع الحلاوه ديال البرتقال ديروها، حنايا ضروري كنبغيو السكر، الله يسمح لنا بصحتنا، ضروري كناكل انا بدل الحاجه الحلوه، فضفت واحد 3 هاد المعالق كبار ديال السكر وصافي. كنخليهم واحد ثلث ساعه ولا نص ساعه باش كيذوب داك السكر مع داك البرتقال، وكتخليوهم بعد ما كيذوب داك السكر كتقدموه في زليفات اولا طبيصلات بحال هكا غارقين. هاد السلطه هادي كانت كتوجدها لنا الوالده الله يطول في عمرها ويطول في عمر اميماتكم والاباء ديالكم والوالدين كاملين اللي ماتوا، الله يرحمهم في هذا النهار، الله يرحم بي ويرحم اي واحد مات يا ارحم الراحمين. صافي كتقدموها كتجي بنينه بزاف داك الخس، وديما كنديروا الخس هكا في سلطه مالحه، فعلاش لا نقدموها هكا حلو مع العصير البرتقال والتفاح، ولا عندكم حتى البنان ديروه كيجي واعر بزاف. نتمنى الفيديو ديال اليوم تاخذوا فكره ولو تكون بسيطه تعجبكم. خليتكم في رعايه الرحمن، السلام عليكم.